فيهاش الفلوس، ما فيهاش، كان في باور بانك وكان في شاحن، ما فيش الكلام ده، الفلوس كلها متاخده. ايديا دي بقيت من الرعشه، انا من غير ما حتى اطالبهم او ان انا اشك فيهم او انتوا اللي عملتوا او اي حاجه، انا اترعشت وقعت كده على الارض من كتر الرعشه. ففي فلوس، الفلوس راحت فين؟ وقعدت اترعش. قالت لي ثانيه واحده، وهم بقى الشرطه كلهم اتجمعوا بتاعه المطار ودوروا على السي سي تي في وطلعوا لي ان الشنطه، يعني طلعوا لي كده كل حاجه تخص ان كوريا ملهاش اي علاقه بالسرقه اللي حصلت، ان هي الشنطه جايه كده، ان هي سرقت فين؟ في الاراضي المصريه. الله اعلم، الله اعلم بقى ان الراجل ده اللي انا قلت له ان فيها فلوس او كده، معرفش بقى عمل ايه، يعني الله اعلم ايه اللي حصل، بس الفلوس كانت راحت. طب الست شهور ايه حكايه يا اميره الست شهور دي؟ 6 شهور ان انا كنت عامله حسابي ان انا هقعد اول 6 شهور بالمبلغ ده، ان انا هعيش على القد قوي، وبعد ال6 شهور هبتدي اشتغل بدوام شغل يعني بدوام جزئي. لان الحكومه الكوريه مش بترضى ان انت تشتغل قبل ال6 شهور دي، وحتى لما بيعدي 6 شهور بتقدروا تشتغلوا لمده 20 ساعه، وتقدروا تكتروا عدد الساعات ده لو انتوا اخدتوا امتحان التوبيك الكوري. التوبيك ده هو امتحان اجاده اللغه الكوريه. طب حلو لحد كده. طبعا بعدها اتخدت على البي سي ار، قعدت 7 ساعات. فاحنا بنقول بقى 7 ساعات في 3 ساعات مثلا بدور على الشنطه، في ساعه بخرج من يعني قعدت ساعات كتير جدا. انا خارجه من الطياره مثلا الساعه 5، انا لحد الساعه 12:30 بالليل في المطار ما بعملش اي حاجه، قاعده بقى مستنيه النتيجه. كان معايا بنت باكستانيه وناس تانية برضو كان اشتباه كورونا زيي، ومستنيين برضو النتيجه بتاعتهم. بعدين البنت دي قالت لي يلا اميره يلا اصحي يلا فواي علشان خلاص هنطلع. اتبسطت والدنيا خلاص يعني الدنيا هتحلو. واكل شيبسي في الجو. المهم جايه خلاص اطلع معاهم ومبسوطه بقى جدا. لقيت ناس لابسين ابيض بيقولوا لي انت رايحه فين؟ يعني انا رايحه معاهم في ايه؟ قالوا لي لا انتي اشتباه كورونا، انتي نصف ونصف، يعني نص ايجابي نص سلبي. قعدت بقى اشرح لهم زي ما قلت لكم بقى، وقعدوا نقلوني على غرفه معينه كده في المطار. غرفه غريبه جدا ما فيهاش اي حد خالص. قعدت فيها 3 ايام. قالوا لي بعد 3 ايام هنحلل لك تاني ونشوف الموضوع ده. قعدت الاوضه دي يا جماعه كانت يعني هي كانت كبيره وكل حاجه كويسه وكل حاجه، بس الاوضه الباب بتاعها كان ازاز، وبعدين لما بتعدوا الباب الازاز ده بقى فيه الباب العادي اللي هو مقفول عادي. فهم كانوا قافلين عليا والشخص اللي بيبقى لابس ابيض ده. انا بقى كنت نايمه لقيت حد مره واحده واقف ورا الباب الازاز ده وبيخبط بام بام بام. احنا كنا بنرن عليكي ما بتقوميش ليه؟ فان هم بقى ايه بيحطوا لي، يعني هم بيفتحوا لي كده عشان يحطوا لي الاكل ويقيسوا لي بقى الحراره والكلام ده. كنت حاسه ان انا رعب. بعت لهم قلت لهم انا مسلمه، محدش المفروض ان هو يدخل عليا كده وانا نايمه، ايه الهبل ده؟ اقدر انا بغير، اقدر اي حاجه. تاني حاجه انا مسلمه، انا مش باكل. اصل هما قعدوا يدوني في خنازير قد كده، وانا بقى كنت خلاص مش قادره جعانه. فكنت باكل بس يعني رز بس. المهم فبعدها بعد بقى ال3 ايام عدوا، عملت بقى البي سي ار والحمد لله يعني الدنيا هتحلو. يعني هنطلع كوريا. المهم مع العلم ان احنا حتى لو انا طلعت كوريا انا المفروض اعمل حجر 15 يوم، يعني ده اساسي، بس بقى في البيت اللي انا كنت مأجراه. المهم قالوا لي انتي برضو نص ايجابي ونص سلبي، احنا هنبعتك حجر صحي. حجر صحي ايه؟ طب انا عندي بيتي اتحجر فيه؟ لا، حجر صحي واحنا هنكون واخدين بالنا منك وهنبعتلك الاكل وكده. خدوني الحجر الصحي، بعتوا لي سيارة اسعاف، اول مرة اركب سيارة اسعاف. ركبت بقى فيها، ودوني بقى مدينة تانية من المطار ده، مطار في إنشون، ودوني مدينة اسمها أسان. لا أنسان دي في كيونجدو، مقاطعة كيونجدو. ودوني لحد عندها، وبعدين بقى رموني في أوضة كده. أوضة كانت استغفر الله العظيم يا رب شكلها لا يطمن بالمرة. وفي اول يوم ليا لقيت صرصار كبير، مع العلم ان انا عندي فوبيا من الصراصير، ومش فوبيا اللي هو او ماي جاد انا بخاف، لا انا بقعد ايام بحلم بالصرصار، بقعد اهرش كتير، بفضل اخد شاور واحس ان انا جسمي كله منمل. فساعتها جريت قلت لهم يا جماعه في صرصار. في بنتين، هما في 2 كانوا بيكلموني، وهما لازم يكلموني فيديو كول كل يوم عشان يتاكدوا ان انا عملت التحاليل اللي هو بتاعه الضغط
وبتاع الحراره. في منهم واحده كانت طيبه جدا وواحده منهم كانت ما بتحسش، فاللي ما بتحسش دي هي اللي كلمتني فقالت لي طب هنبعت لك حد على الساعه 12، وانا بكلمهم الساعه 7 الصبح. الساعه 12 ايه؟ انا كنت قاعده بكلمها في الدولاب، واقسم بالله جوه قافله على نفسي الدولاب، وبقول لها انا قافله على نفسي الدولاب، انا خايفه. وبعدين كلمتهم بقى تاني، فالبنت الطيبه هي اللي ردت عليا، شايفاني بقى منهاره من القعده، انا عندي فوبيا، انا خايفه، انا قاعده في الدولاب مش قادره اخد نفسي. فبعتت لي بقى ناس ودوني بقى على غرفه تانية. الغرفه التانية دي كانت افضل، وكان الفيو بتاعها افضل. وبعدين قعدت ساعتها اخدت بقى، ابتديت بقى خلاص الكورسات مع الجامعه اونلاين. قعدت بقى كل يوم بدرس. الدكتور عماله تقول لي يا امينه هو انت بتعيطي ليه؟ انا كل يوم يا جماعه انا كنت بعيط، بس انا فعلا كنت بعيط، بس كنت حاسه ان انا في ضغط نفسي شديد عليا. عماله بعد الايام بفارغ الصبر. عدى 13 يوم، وبعدين خلاص ده بقى اليوم اللي هنعمل PCR فيه. عملت الPCR ومبسوطه وكل حاجه. مع العلم ان هم كانوا في شنطه، يعني هم قالوا لي خدي بس لبس يقضيكي 13 يوم، فاخدت لبس يقضيني 13 يوم، والشنطتين التانيين كنت بعتهم على بيت صاحبتي، الشنطتين الكبار بتوع السفر. فقعدت ساعتها، طالما انا كده في البيت فما كنتش واخده برضو لبس كتير للدرجه يعني. خلاص طلعت النتيجه، قالوا لي انت برضو لسه نص ونص، هتقعدي معانا كمان 15 يوم. ساعتها بقى انا خلاص انهارت، انا حسيت ان انا فقدت الشغف. لا هي اكيد دي بقى علامه من عند ربنا. يعني انا كل ما كان بيجيلي حاجه بحس ان هي علامه، بس حسيت ان دي اكبر علامه ان خلاص يا اميره لا، في ايه، انت مش قادره توصلي، انت حتى وانت واصله البلد مش قادره تعيشي. فقلت لهم لا خلاص يا جماعه ابعتوني مصر، هنخففك الاول ونبعتك. لا ابعتوني مصر، هنخفف. بقول لكم ابعتوني مصر، انا عايزه اتبع مصر لو سمحتوا. لا المهم قالوا لي انتي عشان في افريقيا، وافريقيا دلوقتي عليها خط احمر عشان في فيروس معين. قلت لهم لا احنا مصر موقعها كذا كذا. لا كلمت بقى هنا صحابي بقى الكوريين اللي انا كنت عارفاهم من مصر، اتدخلوا بقى في الموضوع. حد من صحابي الكوريين قعد يكلمهم بتاع 20 مره. لقيت الناس دي بعد ما هم كانوا بيقولوا لي لا احنا مش هنمشيكي الا بعد 15 يوم، لقيتهم بيكلموني تاني بيقولوا لي ممكن تقولي لحد اللي بيكلمنا ان احنا مش عارفين نركز في الشغل وخلاص هنطلعك، احنا خلاص بصينا على الموقع الجغرافي وانت فعلا اقرب للبلاد العربيه فخلاص هنطلعك، فبليز اسكتي اخرسي. الدنيا اشرقت والدنيا ربيع والجو بديع، وقفل لي بليز على كل المواضيع. المهم اتبسطت بقى وقالوا لي هنروحك من بكره واستعدي وكل حاجه، ولكن ارمي لبسك علشان هنحرقه. سيبي لبسك كله اللي انت استخدمتيه، وخلي حد من صحابك اللي هو جاي ياخدك يبعت لك طقم تغيريه، وكل اللبس اللي انت استخدمتيه خلال ال 13 يوم ده هنحرقه. طب ما قلتليش ليه من الاول؟ كنت هاخد لبس معايا واحد، ليه ما قلتليش من الاول؟ يعني هتحرقوه، يعني هتحرقوه، يعني هتحرقوه، يعني هتحرقوه عادي. قلت عادي يا امير خلاص، يعني مش هيجي اسوأ من اللي عدى، صح؟ المهم استنيت، وتاني يوم خلاص الحمد لله بعمل بقى بمضي ان انا طالعه. هتدفعي بقى 1,900,000 وون، 1,900,000 وون، يعني قولوا مثلا 1,500 دولار مثلا، يعني 1,500 دولار. الفلوس اللي انا ده الفلوس اللي انا محوشاها عشان لمدة 6 شهور اعيش بيها. يعني كنت محوشة اكتر منها حاجة بسيطة. قالوا لي انا مش هنعملك اي حاجه. قلت لهم دي المفروض ان هي من البلد، يعني هو وقتها دي كانت حاجه مموله من البلد. هو انا ما قلتلكوش ان انتوا تعملوا لي حجر؟ ما انا كنت قاعده ممكن هقعد في بيتي اللي انا مأجراه اساسا، ان انا ضيعتوا عليا ايجاره. لا ملناش دعوه. وقتها ساعتها احنا كنا بنساعد الناس ان هم يقعدوا في الحجر ده ببلاش، بس دلوقتي الموضوع ده اتقفل، ان الحجر خلاص ما بقاش ببلاش، وان هو بفلوس، وهاتي بقى الفلوس. انا دفعت الفلوس. مع العلم يا جماعه لا، كوريا من البلاد اللي انتوا لازم تعاندوا معاها. انا معيش فلوس فمش هياخدوا منكم فلوس، بس انا ما كنتش عارفه طبعا السيستم ده. دفعت الفلوس وقعدت بقى اعيط. يعني خلاص احنا هنتعود على كلمه عياط، بس يا جماعه انا وقتها العياط اللي انا كنت بعيطه، انا كنت بعيطه بحرقه، كنت بعيطه بجد من قلبي. انا من وقتها انا بدات الدنيا حسيت في غيامه سودا جت فوق راسي، وان خلاص انا
خايفه ان انا اول مره اكون في حياتي من غير اهلي، خايفه ان انا في بلد جديده، خايفه ان انا كمان لسه صغيره، خايفه من كل ده. وكمان بقيت خايفه ماديا، ايه اللي يعني الماديات بتاعتي ايه اللي هيحصل لها.